السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم طريقة عمل عصير بالخيار والبربة أو الشمندر. بالنسبة للمكونات سنحتاج إلى حبتين من الشمندر أو البربة، حبة من الخيار، نصف لتر من الحليب، علبة من الياغورت، ياغورت الفانيلا أو الزبادي، السكر حسب الذوق. أنا هنا سأستعمل ملعقة لكل ربع لتر، وسأحتاج إلى القليل من الفانيلا أو السكر بنكهة الفانيلا. نمر الآن للطريقة. في الخلاط الكهربائي نضع الخيار منزوع النواة كما تلاحظون هنا، نقطعه إلى مربعات صغيرة. بسم الله على بركة الله. نضيف السكر ملعقة كبيرة، السكر يبقى حسب الذوق. نضيف السكر بنكهة الفانيلا وياغورت أو الزبادي الفانيلا، ونضيف ربع لتر من الحليب. الآن نخلط العناصر جيدا. بسم الله. في التقديم نصب عصير الخيار نفس الشيء. في الخلاط نضع البربة أو الشمندر المسلوق، نقطعه إلى قطع أو مربعات صغيرة، نضيف إليها الحليب المتبقي ثم السكر. ممكن أيضا إضافة القليل من الفريز أو الفراولة، وأيضا ممكن إضافة القليل من ياغورت الفراولة. نمر الآن. بسم الله على بركة الله. نصب الآن عصير البربة فوق عصير الخيار. بسم الله. بهذه الطريقة نفس الشيء. أتمنى أن تجربوه لأن مذاقه جد لذيذ، سيعجبكم أكيد. بواسطة السكين سأزين سطح العصير بهذا الشكل. إذا متتبعين الكرام، ها هي نتيجة العصير النهائية. مذاقه جد لذيذ. أتمنى أن ينال إعجابكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا عمل جيم والاشتراك في القناة، قناة وصفة نت، وكذلك عمل جيم لصفحتنا على الفيسبوك، صفحة وصفة نت. إلى وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.